انت عم تقولي لي انه انا وعدت اليكس، وحرام هو كان متحمس انه وعدته على الساعه 9 نعمل الاندومي، بس انت مالك فهمانه علي وكيف بدي صارحك انه انا ما بدي اصلا اليكس يعمل التحدي كله على بعضه. بتعرفي شو يعني اندومي اكس 3؟ يمكن انا ما اتحملها، فما بالك اليكس. يعني هو بحسه انه انا صراحه مالي حابه هو يعمل هذا التحدي، يعني خايفه عليه بصراحه لانه هي كتير حاره، يعني يمكن انا ما اتحملها. هلا اوكي بجوز هو يتحملها لانه هو بيحب الحار وهيك، بجوز يتحملها، بس مع معدته، لانه هو اليكس بحس انه معدته يعني بتتلخبط بسرعه وهيك، فانا ما بدي اياه ياكل من هي الاندومي. يعني حتى اليوم عم بيقول لي ما حنعمل التحدي، انا ما بدي يعمل التحدي، فهمتوا كيف؟ فانا عم حاول اتهرب منه، انت عم تقولي لي وعدتي. انا ما بدي يعمل التحدي، خايفه عليه للامانه. خلوني هلا افتح لكم، صار لي زمان عامله هي الطلبيه واليوم وصلتني. هذا الفستان اللي ملون، في عندي فساتين ملونه وكل ما بلبسها بتسالوني انه نور كتير حلوه كتير حلوه، فجبت هذا على نمطهم يعني. عم حب هاي الالوان، يعني الوان الزاهيه، بس حسيته على الصوره كانه احلى، حسيت الوانه باهته مو مثل لما شفته على الموقع. بس حلو يعني، واحد بيغير. نشوف قصته على اللبس كيف رح تطلع. هو هيك صاير ربع كم وموديل فلو وطويل لتحت. يا ترى له فتحه؟ لا ما له فتحه، لانه في منهم بيجوا لهم فتحه على جنب، اما هذا ما له فتحه. شوفوا هيك القماشه تبعه، شايفين؟ صراحه انا اغلب الاوقات لما بيكون عندي ملابس مثلا ما بدي اياها بدي اوزعها، اغلب الايام ببعتها على سوريا بصراحه، لانه انا دائما بيتجمع عندي ملابس، لانه مثلا بلبس اللبسه كم مره وخلص، مثلا بحب انا اغير، فدائما بجمعهم ولما بتيجي حماتي هي بتاخذهم، يعني هي بتعرف بهي الاشياء، بتشحنهم على سوريا وهي بتوزعهم بمعرفتها، بتعرف مثلا انه في ناس محتاجه وهيك، فبتصير هي بتوزعهم، عرفتوا كيف؟ واحيانا كمان بحطهم هون في مثل حاويات كبيره، هون بدبي مثلا بكل منطقه بتلاقوا في مثل حاويه كبيره تحطوا فيها كتب، احذيه، حقائب، ملابس، اي شيء انتم ما بدكم اياه، حتى في الكترونيات فيكم تحطوها بقلب هي الحاويات، وبعدين مثلا تيجي سياره من الجمعيات الخيريه تاخذهم وبتصير هي بتوزعهم على الناس المحتاجه، فهمتوا علي؟ بس اغلب الايام ببعتهم على سوريا، يعني بجمعهم وبنشحنهم. شوفوا هذا الفستان لونه صاير توتي، من هون عادي قماش صاير نص كم، ومن تحت فيه هيك وردات كتير صغيرة، يعني هدول حلوين للبيت، مثلا بلبسهم بالبيت، واذا مثلا طلعة سريعة بالليل مثلا رايحين نتسوق او شيء عادي، يعني حلوين بيكونوا. بس هذا لونه حلو صح؟ شوفوا حلو لونه، هو صاير من هون عادي وبعدين فلو وهيك مورد وردات صغيرة، فايت له اللون الاخضر، عرفتوا؟ تعرفوا على قد ما صار لي زمان هي الطلبية نسيت شو طالب. هذا كمان فستان باللون الرمادي كمان حلو، صاير هو ربع كم، شوفوا حلو. ومن هون كمان له تانية عند الأكمام، شايفين كيف؟ ومكتب من هون وعليه هذا شو كان اسمه هذا ما بعرف، المهم وهو هيك صاير فلو وطويل. هدول كتير مريحين كمان، حتى يعني مع بوت رياضة وشنطة هيك على جنب مع طاقية بيطلعوا كمان حلوين عادي يعني. طلعت مثلا طلعة سريعة. هاد الفستان لونه أبيض وأسود، أسود وفايت اللون الأبيض. هذا الفستان فيكم تقولوا على نفس النمط اللي قبله، بس هاد لونه أسود وفايت له اللون الأبيض، يعني غير لون وغير نقشة، بس هو نفس المبدأ، كمان هيك لونه أسود يعني تغيير. ومن هون عليه هيك رسمات باللون الأبيض، شايفين؟ هدول حلوين هيك مريحين مهفهفين، وقصتهم تطلع حلوة على اللبس. هو هيك شكله، هدول بيلتبسوا هيك يعني على السريع، ما فيهم لا سحاب ولا شيء، يعني مريحين، عرفتوا؟ هيك. وعندنا كمان هذا الفستان، هذا لونه غريب شوي، ما بتعرفوا بيج، ما بتعرفوا زهري، شوفوا اللون، شايفين؟ هذا له سحاب من ورا،
شوفوا كيف مديرة، هو هيك يا مدورة. بصراحة حسيت نوعية قماشته ما كتير حلوة. هذا من هون هيك فيه زمة عند الأكمام، سحاب من ورا، وبعدين بيجي فلو صاير هيك على طبقات وطويل. هذا صراحة ما كتير عجبني، ما بعرف ليش، قماشته ما حبيتها. ولو من هون قصة عند الخصر، شايفين عند الخصر هون في القصة. نشوف على اللبس، نلبسه لبستين وبعدين خلص بنوزعه. شايفين ايدي من هون محروقة لما كنت عم سوي لهم البانكيك للأولاد، فمن المقلاية التدعت ايدي من هون. هلا بتعلم، تاخذ لها سنة لحتى تروح. جسمي انا كتير بيعلم، يعني اوفر بيعلم. وعنا هذا نفس شو بتقولوا له انتو، دشداشة اللي عندي اللي إلها جيوب، كتير حبيتها فجبت نفس المبدأ، بس هي على غير لون وغير نقشة. كتير حلوة ومريحة على اللبس، عجبوني هدول. نقشته حلوة والوانه كمان حلوة. شوفوا هو نفس المبدأ بس انه غير نقشة. حتى في له من هون جيبين وصايرة هيك طويلة. الوانه حلوة صح؟ حبيته، ازرق واحمر واسود. فهدول عجبوني لانه قصتهم كتير حلوة على اللبس، حلوين يعني. وكمان جبت هذا الحزام، بيجوا اثنين مع بعض على الاغلب، واحد اسود وواحد عسلي. هدول حبيتهم لانه رفاع، مو كتير عراض، ومقاسهم صغير. على الهوا مو مكتوب مقاسهم صغير، لانه انا دائما لما بجيب حزام بيطلع كبير على خصري، فبضطر انه انا اسقب ثقب تاني، يعني اسقب مثلا ثقب هون تاني كرمال يزر علي ما يطلع كبير. بس هذا شكله ما بوشي صغير يعني، لا تمام. شايفين؟ وهون حلو مع الفساتين حتى اذا حبيت مثلا، هو هيك شكله، شايفين؟ حلو يعني هيك نعوم وبسيط، فعجبني بصراحة. وفي واحد مثله على لون البيجي او البني الفاتح، كمان نفس المبدأ، يعني هن اثنين مثل بعض بس انه كل واحد لون. وكمان جبت هاي لماريسا، تجي هودي لانه هي كثير بتحب الهودي، فجبت لها هاي حلوة ولبقت لها معه بنطلون جينز. شوفوا لها طاقية من هون اللي هيك مثل القطة او الارنب، لونها ابيض، مكتوبة عليها I love my family. شايفين؟ هي قطنية بس انه مو كتير سميكة، لا عادي. جبت لها مقاسها 130 يعني للسبع سنوات، فما بعرف، شاكة انها صغيرة شوي على ماريتا ولا لا مو. هي هيك شكلها ومن ورا هيك طاقية. هي كتير بتحب الهودي، فقلت يا بنت جيبي لها واحدة خليها تفرح. ولبقت لها معه هذا البنطلون، مو كتير. شو هذا؟ مش كتير كبير حسيته، لا مو كتير كبير، بس هو هيك موديله عريض، لأنه هي روح قلب البناطيل العريضة والهودي والحركة تخيل. فجبت لها هاد مشان تلبسه هو والهودي، فبيطلعوا هيك طقم. هنا مو مع بعض، له فتحة من هون، شايفين؟ هنا مو مع بعض. أنا لبقت لها فوق الهودي وقلت بتلبسهم مع بعض، عرفتوا؟ فهيك هلا هنا مو يعني نفس اللون بالضبط، بس إنه ماشي الحال. هيك بيطلعوا حلوين ان شاء الله. ما تطلع الهودي صغير عليها لانه حسيتها شوي صغيره. وجبت كمان هذا فستان، هلا فينا نقول هاي الطلبيه اغلبها للبيت، يعني البسهم بالبيت. كمان هذا الوانه حلوه، هذا لونه فاتح شايفين، ولونه ابيض فايت له اللون الاخضر واللون الاصفر. نوعية قماشته حلوة هاد، بس هدول بيجوا شوي طوال، فلازم البس معهم شوي يكون عالي، يعني ندفع مو انه كتير عالي، شوي عالي بس حلو يعني الوانه.
هذا كمان نفس المبدأ بس غير نقشة. طبعا انا بقيسهم هلا، اللي بيعجبني بخليه واللي ما بيعجبني عادي يعني برجعه، بعمل له طلب ارجاع. فهون هذا نفس المبدأ بس نقشته مختلفة هيك، عليه وردات. يعني انتوا هي بتسموها دشداشة، نحن بنقول لها فستان بيت. انا هدول بقول لهم فستان بيتي، ما يعني ما بنقول لهم دشداشة. هديك اللي بيكونوا هيك كتير كتير عراض بنقول لهم جلابية، مو جلابية، جلابية. جلابية نسواني وجلابية رجالي. فهي هيك موديله. كمان هذا حلو، الوانه هيك فاتحة يعني. هاد ما بعرف، حسيته مو كتير حلو، حسيت الوانه مو كتير زيادة، ما عجبني كتير، بس بجوز يطلع حلو على اللبس. هذا نقشته هيك بس لونه حلو والله. هذا ياته 7 صغير هيك، كمان ربع كم وقطني وهيك طويل. شايفين هو صاير هيك يعني مثل موه، يعني على اساس تمويجات وحركات. كمان هاد صاير سادة بس في له مثل نقشة من تحت وعلى الأكمام بعتقد. لا الأكمام ما في، لا مبلا، هو صاير لونه أسود. يا عمري ليومي عم يسعل، رجعت هلا قبل ما ينام بعد ما تعشى عطيته دواء السعلة، بس السعلة بدها يومين 3 لحتى. في له نقشة عند الأكمام، هو صاير ربع كم، وفي عليه هي النقشة شايفين تشبه نقشة الفرزاتشي، وهو صاير اسود ساده، وله نفس الشيء من تحت كمان هي النقشه هيك يعني. هو يعني حلو، اول شيء تغيير هيك. ياقته مدوره عاديه بس حسيت ياقته كتير كبيره ولا لا؟ لا هو صار ياقته مثل ياقه الكرسي، نحن بنقلها تحسوها هيك جاي شوي مربع، فنحن هي بنقلها ياقه الكرسي. وكمان جبت هاد لونه الاصفر، شايفين بيشبه كمان هذيك الفساتين بس هذا اصفر. يعني كل واحد نقشه شكل ولون شكل. كمان هذا حلو لونه اصفر حلو، ومن تحت النقشه فايت للون البني حلو. وعنا كمان هذا لونه ازرق وسكري فاتح. شوفوا هذا موديله كمان حلو، من هون ازرق ومن تحت شايفين كيف نقشته هيك، وإله من هون هاد المفروض نعمله مثل ضرب من قدام، يعني نلفه هيك، نعمله ضرب على شكل ضرب هيك، وبعدين نربطه من ورا فبصير حلو على اللبس. عرفتوا كيف موديله؟ يعني هو هيك لازم يجي ضرب بعدين نربطه من ورا، فبصير هيك موديله حلو على اللبس. كمان فلو ولا تحت، وهيك نقشته من تحت. انا بحب هدول الفساتين اللي بيكونوا من فوق مثلا على قد الجسم وبعدين بيجوا فلو، بحسهم بيطلعوا حلوين. وعنا هذا شو هذا؟ نسيت. هاي ماري، هذا صاير طقم او فيكم تقولوا مثل بيجامه. هي الهودي بس هاي ما فيها طاقيه، قطنيه كمان يعني سميكه شوي مو كتير، ومعه هاد الليجنز او فيكم تقولوا مو ليجنز، هو صاير عريض من تحت مو ليجنز، لا صاير عريض. هي القصه كتير بتحبها ماريتا اللي بتيجي من تحت عريضه، فجبت لها هي مع بعضها بتيجي، يعني هذا الطقم او البيجامه هي بتيجي كامله مع بعضها. هي كتير كيوت، عليها كرزات وحركات عرفتوا، فهي هيك. هي لما رميرو لها. جبت هذا الشبشب كمان للبيت، عالي شوي بس ان شاء الله يكون مريح، حسيته حلو. وفي مثله كمان على لون بيجي، بس هلا انا حاليا جبت الاسود حسيته مرتب. شوفوا كيف شكله حلو.
هو عالي شوي يعني التوفي عالي ولونه اسود وله هيك مثل يعني هيك مجمعين على بعض. حلو. في نفسه على بيج يمكن كمان ارجع اجيبه، قلت اذا هذا حلو يعني طلع حلو على الرجل ومريح فبجيب كمان البيج لانه عجبني لونه البيجي كمان. بشوفه كتير خفيف يعني حسيته مريح يكون على اللبس خفيف. خلصنا. لا في كمان في هذا الحزام كمان، هذا الحزام جبته بس هذا ما فيه لون ذهبي، فيه لون الفضي بس كمان حلو وناعوم كمان هيك رفيع. شايفين هو جلد صاير وهيك شكله. شايفين كمان حلو يعني واحد فضي وواحد ذهبي، بس هذين بيجوا اثنين مع بعض، واحد بني وواحد اسود. هلا هيك خلصنا. هذا جبته على اساس كفر لانه وايد تبعه بس شكله مو كثير حلو، شفاف هو. قلت لحالي بجيبه بغير فيه. هو المفروض انه يكون فيه لمعة، هو شفاف بس انه على اساس فيه لمعة. شايفين انه مثل جليتر على اساس، بس بالصورة مبين عم يلمع تحسوا جليتر يعني الماس شوي ثاني بس هو لا، هو هيك. شايفين لي الجليتر كيف؟ يمكن اذا حطيت هاي ببين عليكم اكثر. شايفين هيك ليكم من هون مبين عليكم هيك يعني. اول شي بنجربه بس حلو لانه طري صاير مثل السيليكون. عرفتوا؟ انا بحب هدول السيليكون بحسهم هيك بضلوا ثابتين على الايد. خليه صراحة على اساس اليوم نعمل التحدي انا وعصام، وانا صراحة متحمسة اليوم اني اعمله لانه انا كمان ما تعشيت فحسبت حساب قلت بجوز نعمل التحدي انا وعصام لانه انا كمان متحمسة اني اسويه انا وياه. بس عصام مو هون اليوم، عصام كتير مشغول، راح ورجع اجى على البيت، رجع راح رجع اجى على البيت رجع راح، هلا هو مو هون. عرفتوا عنده شغل الله يعطيه العافية. وهلا اذا اجى عصام واذا كان هو جاهز بنعمله انا وياه، بس بنفس الوقت اكلي هم لانه انا ولا مره سويت الاكس 3. عرفتوا كيف؟ فهلا نشوف بس يخلص عصام شغله، اذا اجى فبقول له اذا بيعمل التحدي بنعمله انا وياه.